يخرب بيت امك، انا في البيت لوحدي. بدا بالهموم مليان، على نفسي انا صعبان، حتى ان اكون سكران ما قادرش انا مفلس. يعني الراجل مكسوف يروح يشخ مراته في البيت، انت تخلوهم يزرطوا في وش بعض. يعني اول حاجه نزرط في وش بعض عشان محدش يتكسف من التاني. هلا والله، شو رايكم في الكشخه يا اخوان؟ وازيكم يا اخواتي؟ النهارده هنبدا مع بعضنا فيديو تنمر جديد هنبدا كلنا سوا مع بعض. فقبل ما نبدا الفيديو بتاع النهارده انا حابب اقول لكم ان انا صارف ومكلف، ومن الفيديو الجاي ان شاء الله هتلاقوا الصرف بدا يطلع. اخيرا هتخلص من الخرا دي اللي انا مش عارف اتكلم اصلا منها ومش عارف ارياكت منها، لان لازم صوتي يكون هنا، لازم صوتي يوضح، يكون هنا عشان يوضح. فدي حاجه قفلاني وعشان اسمع بتاع. اكيد انتوا عرفتوا، مش هحرق لكم المفاجآت. فمن الفيديو الجاي ان شاء الله استنوا، هتلاقوا في تطور رهيب جدا في القناه والاماكن والحاجات. بصوا انتوا بتدلعوني ريتش، انا هدلعكم فيديوهات. فبس استنوا ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه تطور جامد موت عن التطورات عن الفيديوز القديمه يعني. وبس يلا بقى نبدا فيديو التنمر بتاعنا النهارده عشان ندخل كده النار سوا. وقبل ما نبدا هتلاقي فيه زرار تحت عامل كده وزرار عامل كده. اللي عامل كده ارمي على جنب، خليك في اللي عامل كده دوس عليه، خلي لونه في افضل كده حلو. وهتلاقي زر كده مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، دوس عليه. وبس يلا نبدا فيديو تنمر النهارده. عايز ليمون يا استاذ؟ ريهام مراتي، محمد جوزي، ريحان مرات محمد، نجوى صاحبتي، مرات خطيب بنتي، حسين الشحات، حماده همبكه، سعاد الزغلول، هشام محمد، عفروتو، خطبت صاحبتي، مراتي بتبيع ليمون، جوزي بيخوني مع صاحبتي، ريهام صاحبتي قفشتني وانا مع جوزها، مرات خطيب بنتي بتبيع ليمون. يا جدعان ثواني بتستوعب. مراتي بتبيع ليمون، مرات خطيب بنت، يعني مرات خطيب بنت اصلا؟ انت مجنونه حاجه. انت بتعمل ايه مع صاحبتي يا محمد؟ انت بتعملي ايه يا ريهام بالليمون ده؟ انت هتعمل ايه يا ابني مع بنتي اللي انت خطيبها؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه ما بنت خطيبها هيخونها، ما هيتجوز. ايه نجوى مع جوزي؟ انت بتبيعي يا ريهام الليمون ده بكام؟ ده انت بضان يعني؟ هو ده سؤال؟ ما في خيانه وفي قتل في الموضوع. بتبيع الليمون بكام؟ انت هتسيب بنتي يا ابني ولا هتكمل معاها؟ انت خطبت صاحبتي يا محمد؟ انت هتسيبني يا محمد بعد ما مراتك عرفت؟ انت هتكتب لبنتي قايمه بكام؟ يعني انت همك القايمه دلوقتي في خيانه. اصبري يا حاج اصبري. انت ايه اللي نزلك من البيت من غير ما تقولي لي؟ صح، انت ازاي تنزلي من البيت ليه بتبيع ليمون اصلا؟ ليه بتبيع ليمون؟ ليه ما كانش مانجا؟ ليه مش لابسه طرحه؟ ليه انا بصار اصلا؟ انت الست دي نجوى خطيبتي. نجوى صاحبتي، ريهام ضرتي، فقعتوا في الشتي. انا مش هكمل تصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. هو مش في ما كانش في تشهد عامة ولا ده ابديت جديد ولا ايه يا كرهان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اصلح لي حالي يا رب، يا رب قويني يا رب. طب يا ربنا فوق مش في الكاميرا. انت بتعمل ايه؟ انصرني يا رب، انت مولانا فتولانا يا الله. هو تقريبا كانت اغنية يا مولانا فتولانا، فهو خدها عملها دعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيكيب في سيرتي ما ليس لنا فيه. انا مش بجيب بسيرته، انا بتنمر عادي عشان ما حدش يبص لي. ما تبصليش يا رب اكرمني يا رب. يعني انا بيكيبوا في سيرتي وفاكرين لها معايا ملايين. حس الله ونعم الوكيل. حس الله ونعم الوكيل فيه. انت تعويتك. انت عملت كل حاجه غلط اصلا في الصلاه. يعني انت خلصت الصلاه ما قلتش تشهد، ولما سلمت من الشمال لليمين، يعني المفروض يمين شمال. وفي حد كاتب له في كومنت تحت يقول له التشهد فين؟ التشهد راح قال لها قلتها على طول. حد تاني كاتب له الملائكه بتتعب عشان تكتب دعواتك، وجاب 16,000 لايك، فهو قال له مش هتتشهر برضه. حبيبي الشهره من عند ربنا، دي قبول ومحبه من عند ربنا، انت مالك؟ اعمل حاجات مقابل $500 اسبح في مويه بارده. انت بتتكلمي كده ليه؟ بص مبدئيا كده المويه البارده مفيده جدا. هو انت زورك وجعك من الميه البارده ولا في ايه؟ فايتو جاي ما عنديش مشكله. اوكي تاكل، انا اصلا بحب السبايسي. يا شيخاله. لحالك لموت، انا عايشه العالي اصلا طول حياتي. والله وانا زيك يمشي عشان انا بقى.
يخرب بيت امك، انا في البيت لوحدي. يا دين امي. انا بخاف من لو انت في البيت لوحدك سكيب الحته دي عشان هتخاف موت. قلبي ده بالهموم مليان، على نفسي انا صعبان، حتى ان اكون سكران ما قادرش انا مفلس، انا تعبان انا ومخنوق، وعمري في يوم ما هفوق، احسن للسم ادوق هو كده عندي صورتي في البضاعه على العموم يعني. بسرعه واخلص. ده انت زودت هموم اكتر ما عليها هموم. يلا ربنا يسهلك يا اسطى. يا مريم اصبري يا مريم بقى. مريم وقت صوت يا مريم. ها يا لهوي. يا دين امي يا دين. طب انت بتعمل ايه كده اصلا ليه؟ هتعيطي؟ بتوجع؟ تعيطي؟ بتوجع مخرم لها مراخينها، ما اكيد ده لو انا كنت مت. وجعتها يا عمو. وجعتك بجد؟ قلت لك هتوجعك. هو انت عبيطه، اللي بتتكلم دي انت عبيطه. ما البيت انت مراخينها مخرومه مش توجعك بهزار يعني. هو اصلا وجع بجد وجع بهزار؟ ايه ده؟ وقت حركه يا مريم. عمري مريم. هو ايه هو هي انت استفدت ايه لما حطيت ده يعني؟ ده البرسنج يعني ولا مش عارف اسمه بس انت استفدت ايه غير خرمت مراخينك بس؟ مش حلو، وحش بامانه، وحش. او مش بيكون على كله حلو، مش بيكون على كله وحش، فاهماني؟ بس هو وحش عامه. بتموت دلوقتي. هو اصلا مش باين، بس يعني انا ما انصحش ان حد يعمله. هو انا مش دعوه اصلا، بس انا ما انصحش ان حد يعمله. انتوا بتتعبوا نفسكم على الفاضي، فلا حرام تتعوري زي دي. مش عايز اعرف. ماشي اشرب. هو ايه طيب؟ غور من وشي دلوقتي. اشرب. غور من وشي. بقول لك انا حلفت. غور من وشي دلوقتي بقى. غور من وشي وربنا ما اشرب وراك. مش تكمليش. يا جدعان معلش روعوا شعور الناس الفاضيه السناجل اللي ما عندهاش حد. روعوا شعورنا، بلاش الحاجات دي قدام السوشيال ميديا. انت هتكمل نص دينك. والله ما اشرب وراك. لو ما شربش تبقى انت مش مسيطره بصراحه. طب اشرب. لا امسكي الكرتون وراك دي وفي وش اخبطيه. مش هتشرب من وراك يبقى كده مش بيحبك. والله ما اشرب. وبالعافيه ولا انت هتلف في سهم. اشرب. والله ما اشرب. ايه يا عم ده؟ انت مالك عامل كده؟ مش هشرب. اشرب يا كده عادي. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ما بهزرش والله. والله ما اشرب. يا رب يضربوا في بعض يا رب. انا هسخنوا على بعض. انا بصي، هو ما رضيش يشرب وراكي، فهو كده مش بيحبك، فانت كده فركشه سبيه. مش بيحبك، مش راضي يشرب وراكي اصلا. لا ايه القرف ده؟ انجز يا اسطى كمان عشان امشي. فركشه. البتنجان اخد البرجر. اوف بقى اموت انا في العلاقات المستحيله. ده لو ارتبط بدي يا دين امي ده بقى الجيار اخد دمتم سالمين في حته تانية خالص. يا ريت تحصل. في حته تانية. سلام. دمتم سالمين. انت دمتم سالمين يا عم جيار. انت راجل محترم، انا بحبك في الله، خلي بالك. انت متجوز؟ لا انا مش متجوز. طب اسالك سؤال. طب سبايدر يا اسطى انا بعشقك موت. استنى ان شاء الله هعمل سلسله اوميجا، يعني هنضم معاهم في اوميجا والكلام ده. ولو حابب ان انا اعمل كده شجعني بلايك وسبسكرايب حالا. تعمل لايك وسبسكرايب عشان تلاقيني بعمل فقرات اوميجا مع ناس وكده يعني زي كده، فاهمين؟ انت مش متجوز يعني؟ اول شخه في البيت. اول ايه؟ اول شخه. هتشخها ازاي يعني؟ بتيجي ازاي اول شخه في البيت؟ يعني انا متجوز اول شخ اروح الحمام واشخ عادي يعني. لازم ناخد على بعض عشان هنكون اسره بعد كده. لما نجيب بيبي هنمسح له شخته وهو يشخ في وشنا، فلازم ناخد وندي عشان انا شايل همها يعني. بص انت هتركب سيفون قوي عشان بعد كده وتشيل معطر في الحمام، فاهم؟ بس وتروق انت الدنيا لما تخلص وما تشيلش هم خالص. يعني مش صعب يعني زي ما انا كنت فاكر؟ لا يا عم. لا مش صعب الحاجه. انت لما تروح تشخ كده تبعد مراتك تطلعها البلكونه تشخ وتخلص وتنظف وترجعها بقى، مش هتحس بحاجه. دي سهله والله. اول شخه يا اسطى هتشخها عادي كده في البيت ولا بتبقى حسها تقيله؟ دي يا اسطى تحصل ازاي؟ نحلها ازاي؟ ما انتوا لازم الاول يعني تبداوا تدريجي تعملوا روائح في وش بعض. يعني الراجل مكسوف يروح يشخ
مراته في البيت، انت هتخليهم يزرطوا في وش بعض؟ يعني اول حاجه نزرط في وش بعض عشان محدش يتكسف من التاني. انت شابوه الولد ده عاش عليه، الولد ده مصطبح. هو ليه يعني كله بيبيعني؟ ليه ده تركني وانا ما تركتهوش؟ ما لازم يتركك وانت بتغني بسيئة. امشي يا اسطى. هو الزعل ممكن يغير الملامح الاغنية بس على كوبي رايت. هو الزعل ممكن يغير الملامح، ممكن. طب فين التغيير؟ خد بالك دي ما حدش يقدر ياخدها غير انا هنا في القناة. ركز لي على مكان الحسنة هنا في الجنب ده، هنا ركز مع صابعي، الحسنة هنا وبقه عامل كده، فاهمني؟ في الفيديو اللي بعده الحسنة بقت هنا وبقه راح كده، فهو بقه اتغير. فالزعل بيغير الملامح كده. اخواتي وحبايب قلبي، انا حابب اقول لكم حاجه. البنات بتموت عليا ما اعرفش ليه. يا اخي بس أنا ما شت ما انت ابن الامبراطور اللي قاعد على الكرسي ولا ده. وربنا بخاف ابص له، انا هحط اهو شد معايا، وربنا بخاف ابص له. انت عامة ابن الامبراطور اللي قاعد ورا على الكرسي ده، فلازم يحبوك انت وهو اللي مش بيشوفه العمي. وبحكي لك عن الأيام ما بين نفسي وبين روحي، وببعت لك بقلبي سلام، وآخر يومي قبل ما أنام متغطي بجروحي، وبكتب لك بعيني وبمسحهم قدام. طيب خلاص انا كفى لحد هنا عشان وربنا صدعت وتعبت. انا حابب اشكركم من كل قلبي على الدعم اللي انتوا بتقدموه لي في الفيديوهات. هو اللايكات مش كتير بس يعني الحمد لله بالوقت هنبدا اننا نجمع، وان شاء الله من التطويرات اللي في الايام الجايه خد بالك عشان اصرف وربنا صرف مبلغ على التطوير اللي جاي ده، بس مش مهم، كله فداكم وفدا المحتوى. ان شاء الله نعمل محتوى رايق جدا سوا، وان شاء الله الفيديوهات الجايه تعجبكم. وبس برضو تاني مرة أحب أشكركم، وأحب أشكر كل أخ وأخت شاف الفيديو واشترك في القناة ووصل لحد اللحظة دي. لو أنت وصلت لحد اللحظة دي اثبت وجودك تحت بلايك واكتب كومنت اكتب فيه جيش الأبطال كلمة السر. وبس أشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي جديد، وإن شاء الله هيكون فيديو التطوير، هيكون فيديو جامد موت. وبس أشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي جديد وسلام.